يسعد اوقاتكم يا رب، وهلا مرحبا فيكم في بيك اند كيك مع زوزان. طبعا مكونات الوصفة بسيط كتير، واللي هن زيت، خل ضرورية، زبدة اختياري، سكر عندكم، طحين، بيض، ملح، خميرة، وعنا توابل هون، محلب ناعم ضروري تلاقوه بالمحل العربي، وعنا كمان حبة بركة وسمسم. بأول خطوة راح أنخل مكونات التالية: سكر نص كاسة، نص كاسة سكر، نص ملعقة صغيرة ملح، ملعقتين صغار محلب، هذا شكل المحلب، ملعقتين صغار، راح نخلهم حركهم منيح. بحط هدول على طرف. بالمرحلة الثانية بدي احط ربع كاسة زيت، تقريبا ربع. بدي احط بيضة صغيرة، بس عندي البيض كبير كتير، لهيك رح اعمل كالتالي: بكسره هون، بعدين حط نص الكمية هون، شوي تاني هيك، وبحط نقطتين خل تفاح كان او خل ابيض، هاي نقطتين خل، وفانيلي تقريب نص ملعقة صغيرة هالشكل. نحركهم كلهم سوا وبنتركوه على طرف. وهلا نبدأ بالخميرة. بدنا نص كاسة مي دافية، خميرة تقريبا الملعقة كبيرة، بدنا ملعقة كبيرة سكر أو ملعقتين صغار، كمان نحركهم. بعد ما دوبت الخميرة والسكر راح اتركهم يرتاحوا شي 5 دقائق، بعدين نكمل شغل. هون راح اضيف لها نص كاسة حليب، هنخلها تقريبا كاسة طحين، الخليط بصير بهالشكل مثل خليط البانكيك. اتركوه كمان ساعة ليتخمر. بعد ساعة من التخمير صار بهالشكل عجينة. هلا راح اضيف لها خليط الزيت مع البيض، تمام. راح اضيف لها شوية محلب كمان، شي ملعقة صغيرة، راح اضيف خليط الطحين شوي شوي مع التحريك المستمر. راح اشتغل بايدي هلا بعد الكاميرا شوي. نضيف باقي الطحين، حرك
طبعا صينيتي ما كتير كبيرة يعني الحجم. اذا بدكم تعملوا بصينية الفرن فاعملوا هالوصفة عمرتين. طبعا بدهن فيها الارضية منيح الاطراف بالزبدة او بالزيت. الخليط بيكون بهالشكل مطاطي بالشكل. بتضل تلزق طبعا مشكلة. هون عندي البيض اللي عملتها نصين، راح اضيف له شوية حليب بعد ما دهنت الوش راح رش سمسم وحبة البركة. وهلا برجع ريحها مرة تانية لانه لعبنا كتير بالعجين. شفتوا وقت العجن ووقت المد وهي، فضروري نرجع نريحها شوي تاني. راح ادهنها قطر هلا وهي سخنة. طبعا ما عندي فرشاية راح استخدم سباتشيلا دهنة. طلع من هون شوي.